حكاية فيلمنا النهاردة غريبة شوية. يا ترى ايه اللي يخلي بنت جميلة قوي توحش نفسها لدرجة ان محدش يقدر يبصلها؟ يلا بينا عشان نعرف الحكاية من البداية للنهاية. الحكاية بتبدأ ببنت جميلة قوي اسمها أماندا، عايشة في مدينة سانتياغو وشغالة في شركة معمارية كبيرة، والبنت دي شاطرة جدا في شغلها، والنهاردة عيد ميلاد صاحبتها الأنتيم وما ينفعش طبعا تروح من غير صاحبها. اتصلت عليه والبي كان بيخونها مع صاحبتها، وعمل نفسه قال يعني مشغول عشان يقفل على طول، وعشان المنحوس منحوس داس على التليفون واتصل برقم أماندا، وهي سمعت صوتهم هما الاتنين مع بعض، وعشان كده قررت انها لازم تروح شقة صاحبتها عشان تقفشهم هما الاتنين متلبسين. ضربت أماندا الباب برجليها الاتنين وكان في ايديها مسدس. صاحبها اول ما شافها اتصدم وما كانش عارف يعمل ايه، حاول يهديها ويتكلم معاها بس هي روح الانتقام كانت جواها وما ادتهوش فرصه وقتلته. أماندا بعد فتره غصب عنها كان لازم تتعرض على دكتور نفساني عشان تتحكم في نفسها وما تكررش اللي عملته مع صاحبها في حد تاني. بتقابل الدكتور وتتكلم معاه، بتقوله انها مش بتقدر تتحكم في نفسها لما بتتضايق، وانها مش حاسه بالندم واي حد هيضايقها هتقتله. الدكتور ساعتها بيقول لها ان اللي بيتصرف زيها مفروض يتحبس. في اللحظه دي أماندا بتجيب ورا وبتحاول تقنع الدكتور ان اللي عملته ده مش ممكن يتكرر تاني، وانها هتتحكم في نفسها بعد كده. هي طبعا بتكذب بس قالت كده عشان خايفه تتحبس وعشان تخلي الدكتور يكتب تقرير في صالحها. الموضوع اتعرف ووصل لمديرها في الشغل، واللي طبعا رفضها من غير ما يهمه جمالها ولا كفاءتها. بعدها أماندا قررت انها هتسيب المدينه كلها وتروح مدينه جديده محدش يعرفها فيها، وفعلا سافرت واستقرت في شقه اخوها وكانت بتدور على شغل، بس كانت خايفه ان يحصل لها زي ما حصل لها قبل كده، خصوصا انها جميله وفي رجاله كتيره هتحب تقرب منها. أماندا ما كانتش لاقيه شغل مناسب ليها، وكل الشغل اللي كانت بتلاقيه كان بيبقى قليل عليها، وده مقارنة بخبرتها الكبيرة في مجالها. وبعد تفكير كتير قررت انها هتكتب كل الوظائف المتاحة في ورقة وتختار منها بطريقة عشوائية. والغريب ان الورقة اللي اختارتها الوظيفة اللي فيها كانت برضو في شركة معمارية زي اللي اترفضت منها في سانتياغو، وعشان كان لسه جواها خوف من اللي حصل قبل كده قررت انها هتغير نفسها وتوحش شكلها عشان محدش يحاول يقرب منها في الشغل الجديد. تخنت نفسها ببدلة غريبة ولبست طقم اسنان وحطت مكياج في وشها من كل الالوان، ولما باصت في المراية ما عرفتش نفسها، وكده محدش هيعرفها ولا هيقرب منها لانها بقت وحشه جدا. وصلت الشركه وقابلت المدير ماكس، واللي بدا يسالها عن خبرتها وحياتها. شرحت له كتير عن امكانياتها في الشغل، وقالت له كمان انها متجوزه وعندها طفلين، اللي هو يعني ما تفكرش في حاجه، السكه مسدوده. بعد ما ماكس سمع منها وافق عليها وشغلها في الشركه عشان حس قد ايه هي عندها خبره وشاطره، وهي كانت فرحانه عشان حست ان الاول مره تاخد فرصه عشان شطارتها مش عشان جمالها ولا انوثتها. بعدها المدير بيعرفها على كل الموجودين معاها في الشغل. اول واحد كان اسمه خوان وكان متجوز وعنده 3 أطفال، وبعدها كارين ودي شغلها تقريبا معدوم وملهوش لزوم بس الكل بيحبها عشان جمالها. واخر واحد مارسيليو، هو مهندس شاطر بس مش في شغله بس، لا في قدرته انه يقدر يضحك على اي واحده ويشدها ليه، والحقيقه محدش عارف على ايه. تاني يوم الصبح قبل ما أماندا تروح شغلها شغلت مخها وجابت كراسي اطفال وحطتها في العربيه عشان هي قالت انها ولما راحت الشغل اول حد شافته كان مارسيليو. كانت مختصره منه عشان عارفه انه بتاع ستات، بس هو اصلا ما كانش حاططها في الحسبان عشان كان شايف انها وحشه ومش ذوقه. كان في اجتماع مهم بينهم، وعرفت أماندا ان في شركه تانية الشركه اللي شغاله فيها كانت مسؤوله عن تجديدها بالكامل وفعلا خلصتها، لكن كان في حاجات بسيطه ليها علاقه بتوصيل الانترنت ومحدش كان عارف السبب في المشكله دي، لكن أماندا بشطارتها وخبرتها عرفت السبب. كارين ما كانتش حابه حد يعلي عليها، فقالت ازاي هنمشي وراها وهي لسه شغاله جديد معانا. ماكس ما سمعش لكلام كارين وتجاهلها، وطلب من مارسيليو واخوان يروحوا الشركه اللي فيها المشكله مع أماندا عشان يساعدوها. وطبعا ده ضايق كارين جدا انه ازاي ما يسمعش كلامها، واخوان ومارسيليو كمان كانوا متضايقين بس عشان هيروحوا مع أماندا الوحشه. لما بيوصلوا اخوان ومارسيليو كانوا واقفين يتكلموا مع بعض وسايبين أماندا شغاله لوحدها، وهي بتعرف ان سبب التشويش هي محطه القطر. بعدها بيروحوا الموقع عشان يحلوا المشكله، وطبعا أماندا اللي شايفه شغلها واللي واقفين معاها كانوا بيتكلموا وسايبينها. وبعدها بتقدر أماندا تعرف ان سبب التشويش هي خطوط الميه اللي بتعدي تحت المبنى، وده اللي بيخليها تروح هي ومارسيليو عشان تشوف خطوط الميه. واخوان بيفضل واقف في المحطه عشان يركز مع خطوط الموجات لما يوصل القطر. أماندا بتخلي مارسيليو يقف يستناها وهي بتروح لوحدها تفحص الخطوط، بس البدله الغريبه اللي هي كانت لابساها ما بتخليهاش تعرف تعدي، وده اللي بيخليها تقلعها. هما الثلاثه بيتواصلوا مع بعض عن طريق اللاسلكي، ومن حظ أماندا ان جهازها بيفصل، وده اللي بيخلي مارسيليو يروح يشوفها. واول ما حست بيه ولعت الكشاف وسلطته على عينيه وقالت له يلف وشه لحد ما تلبس هدومها لانها قلعتها عشان خايفه عليها، وطبعا هو مش عارف اللي فيها فصدقها ولف وشه.
بعد الشغل بيروحوا يشربوا حاجه هما الثلاثه مع بعض، وطبعا مارسيليو كان بيحكي وهو مبسوط عن علاقاته وامجاده مع الستات، وطبعا الكلام ما كانش عاجب اماندا ولا خوان، وبعدها خوان سابهم ومشي. ولما مشي مارسيليو قال عليه انه شخص روتيني وممل، حياته للشغل وبيته وعياله وبس. لكن اماندا ردت عليه وقالت له ان المشكله فيه هو مش في حد تاني، وان دي الحياه الطبيعيه لاي حد. لكن مارسيليو ولا في دماغه، وفضل مكمل كلامه عن البنت اللي عايز يرتبط بيها، وقال ان بعد ما يخلصوا قعدتهم هيروح يسهر في مكان جميل قوي للصبح. لما بتروح اماندا وهي بتقلع البدله بتسرح في كلام مارسيليو عن البنت اللي عايز يرتبط بيها، ومع كل مسحه مكياج من على وشها بتكتشف ان مواصفاتها هي نفس المواصفات اللي هو بيحلم بيها. عشان كده قررت انها تعلمه الادب وتديله درس ما ينساهوش. لبست وراحت على المكان اللي عارفه ان مارسيليو الدونجوان هيبقى قاعد فيه، لكن طبعا بشكلها الجميل الحقيقي. واول ما شافها مارسيليو اتشد ليها وقرب عليها وقال لها انه معجب بيها، وهي كمان اتجاوبت معاه. اما طلب منها انهم يروحوا مكان اهدى من ده، وبعد ما وهمته انها موافقه ضحكت عليه وقالت له لا، بس خدت الكارت بتاعه ووعدته انها هتشوفه بكره. تاني يوم في الشغل مارسيليو كان بيحكي لاماندا على البنت اللي قابلها امبارح وانها معجبه بيه، وقضوا ليله حلوه قوي مع بعض. طبعا هي كانت بتسمع ومن جواها بتضحك عشان عارفه ان هو بيكذب. وجه الميعاد بالليل ومارسيليو كان مستني على نار، وبعد طول انتظار اماندا بعتت له رساله انها مش هتيجي، وعملت كده اكتر من مره تخليه يستناها بالساعات وبعد كده تقول له مش هاجي. وفي يوم بعتت له رساله وقالت له انها هتجيله البيت. طبعا ما كانش مصدق نفسه من الفرحه، جهز البيت واشترى اكل، والحقيقه ان الراجل كان صارف ومكلف. ولما وصلت قالت له قد ايه هي معجبه بيه، وقعدوا وكلوا وشربوا مع بعض. ولما مارسيليو حاول يقرب منها قامت بسرعه وقالت له انها لازم تروح عشان الوقت اتاخر. مارسيليو كان مصدوم ومش عارف يفكر وعمال يسال نفسه هي بتعمل كده ليه. تاني يوم في الشغل مارسيليو كان متضايق، ولما شاف اماندا بدا يتكلم معاها ويسمع منها، وساعتها حس احساس غريب من ناحيتها عمره ما حسه مع اي واحده، وهي ان اماندا ينفع تكون صاحبته بجد. كارين طبعا كانت متغاظه لما شافتهم بيتكلموا مع بعض لانها بتحب مارسيليو وبتغير عليه منها. وبعد شويه كارين سالت اماندا عن اولادها، وطبعا السؤال فاجئها، وده اللي خلاها تستوعب ان الناس لازم تشوفهم عشان تتاكد من فكره وجودهم. وده اللي خلاها تطلب من صاحبها يساعدها انه يديها طفلين تروح بيهم الشغل عشان ما حدش يشك فيها. لكن الغريب لما مارسيليو شافهم كان فرحان بيهم وبيلعب معاهم، وده عكس شخصيته تماما. وفي نفس اليوم بالليل اماندا الجميله راحت لمارسيليو البيت، وزي كل ليله بعد ما بيقعدوا مع بعض ويجي يقرب منها بتسيبه وتمشي. لكن الغريب ان مارسيليو لاحظ انه بيستنى يروح الشغل عشان يحكي لاماندا كل اللي بيحصل مع البنت اللي بيحبها، وده اللي خلاها تقترح عليه انه يحاول يبذل مجهود يبين فيه حبه لحبيبته، يعني مثلا يطبخ لها بنفسه بدل ما يشتري الاكل جاهز. ساعتها مارسيليو طلب منها تروح معاه وتساعده في الاكل اللي هيطبخه لحبيبته، وفعلا راحت معاه. ومارسيليو كان مبسوط بالاحساس اللي حسه معاها، خصوصا ان اول مره صديقه بجد تجيله البيت وتساعده. وهم بيتكلموا فهمت اماندا ان كل مشكلته في العلاقات خوفه من الالتزام، لكن هي بتاكد له ان اكيد هيقابل الحب اللي بجد اللي يخليه ما يخافش. بعدها مارسيليو قرب عليها وبسها، وعلى طول بعد عنها واعتذر وقال لها مش عارف انا عملت كده ازاي، خصوصا انك متجوزه. لكن وقتها هما الاتنين حسوا احساس جميل محدش عارف يداريه. وبعدها اماندا الجميله راحت لمارسيليو البيت، ولما شافها قال لها انه بيحبها، لكن هي كانت عارفه انه كذاب، وخلته يلبس لبس غريب وربطت ايده في السرير وطلعت سكينه وخوفته بيها، وده عشان تعلمه يبطل يضحك على اي بنت تاني. وبعدها كلمت البوليس والصحافه، ولما فاق عرف ان اللي عليه ده مش دم، وانه مجرد لون، وان الست اللي كانت معاه عملت كده عشان تخوفه مش اكتر. وطبعا الخبر اتذاع في التلفزيون ومارسيليو اتفضح، لكن برضه اماندا ما كانتش مبسوطه من اللي عملته. ولما مارسيليو راح الشغل اتكلم مع اماندا، لقى ان اللي حصل ده علمه درس مهم وغير شخصيته، وانه لازم يدور على البنت اللي هيكمل حياته معاها. في الفتره دي بدا يخرج مع زميلته كارين، وبعد فتره قصيره راح لاماندا بيتها، بس كان بيكلمها من ورا الباب، وقال لها انه هيتجوز كارين بعد كام يوم، مع انه بيحبها هي، لكن عارف ان حياتهم مع بعض مستحيله عشان هي متجوزه. وبعدها بيسيبها ويمشي. ويوم الفرح اماندا ومارسيليو قبل ما يدخلوا الكنيسه ساعتها بتحاول تعترف له بالحقيقه، لكن مش بتقدر. ولما بدات مراسم الزواج اماندا غصب عنها عطست، وساعتها طقم السنان اللي مركباه وقع منها. في نفس اللحظه شك فيها مارسيليو وشد الباروكه اللي لابساها، وعرف وقتها الحقيقه اللي اماندا كانت مخبياها. وبعد مرور سنين اماندا ومارسيليو اتجوزوا، وبقى عندهم 3 عيال والرابع جاي في الطريق، وبين طبعا قد ايه هم مبسوطين مع بعض. وحكايتنا خلصت. لو عجبتكم الحكايه يا ريت تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه، واستنوني في حكايه فيلم جديد.